المصريون أيضا عاثوا فسادا وتلقوا مساعدات تحكيمية في كأس إفريقيا، أنديتهم في المنافسات الإفريقية، لكنني لم أشاهد أي مصري يتحدث عن هذا الأمر. هذا هو المشكل أنه لما تستفيد، لما تكون أنت الطرف المستفيد، يعني ماهوش ضد الفساد، ضد عدم الاستفادة، ضد عدم الاستفادة من الفساد. ولخصها لك ميدو، ومصر اللي كانت تسيطر مع عيسى حياته نقولوا النصف كان عهد مضى، المصريون كانوا هم الطرف الأقوى في الكاف. نعم. وكان قلت لك مقر الكاف كان في مصر. استفاد المصريون من هذا الأمر بطريقة جيدة. غدا تنقلب الأمور وتنقلب المعطيات، تكون الجزائر أقوى داخل دهاليز الكاف، سنستفيد من هذا الأمر. في ذلك الوقت كانت 50-50. الكاميرون مع مصر كان تفاهم، خليني وخليك 50-50. الكاميرون رئيس الاتحاد من عندهم، مصر مقر الكاف في مصر. كان المصريون يستفيدون والكاميرونيون يستفيدون. نعم. والأدلة قلت لك، اترك فقط العاطفة والانتماء الوطني راح توقن هذا الأمر، وعلى بال بكل إنسان يتابع كرة القدم الإفريقية في قرارة نفسه متأكد من هذا الأمر محمد. قلت لك الجزائر لن تنحدر إلى هذه السفالة والدناءة، ولن تقوم بهذه الممارسات من أجل أن تحصل على بعض الامتيازات. مستحيل أن تنزل الجزائر إلى هذا الوحل.